سيلة بنت عندها 25 سنة، بشرتها سودة وشعرها اسود وقصير وعيونها جميلة، وكانت تخينة بس قلبها أبيض، وكان بيطلقوا عليها اسم الفحمة. محمد الأحمدي شاب عنده 30 سنة، لكن غني قوي ومتكبر، وكان بيتريق كتير على سيلة. نجوى والدة سيلة عندها 50 سنة، وكانت بتحب سيلة قوي وبتعاملها كأنها صاحبتها. والد سيلة عنده 55 سنة، لكن طبعه وحش قوي وكان بيكره سيلة. أميرة أخت سيلة كانت جميلة جدا شبه مامتها، عندها 20 سنة وبتدرس في كلية آثار، كانت بتكره سيلة. ماما يا وفي بيت حبيبتي أنا بسيط جيت. صحيت بطلتنا على صوت المنبه. هتستقبل يوم جديد مليان بالتنمر والتريقة عليها اللي اتعودت عليها من ساعة ما اتولدت. لبست وخرجت عشان تروح شغلها، وهي رايحة شغلها كان في طريقها ناس كتير بتتنمر عليها وبالذات جيرانها، لكن هي اتعودت على كده. ووصلت سيلة للشركة. صباح الخير يا منال، أخيرا جيتي؟ ايه كل ده تأخير؟ معلش أصل الطريق كان زحمة قوي. ماشي، يلا ادخلي، محمد باشا قال أول ما تيجي تروحي على مكتبه. ما تعرفيش عاوزني ليه؟ وانا ايش عرفني؟ عن اذنك بقى عشان ورايا شغل. سكرتيرة محمد بنت جميلة قوي وبنت عمه، متكبرة شوية وعايزة تتجوزه عشان خاطر فلوسه. حضرتك قلت اول ما اجي لحضرتك. مواعيدك مش مظبوطة ليه؟ اسفة بس الطريق ما بحبش الاعذار. ده انت حتى مش حاطة نقطة مكياج في وشك. كنت قلت ماشي، بس برضو حتى لو حطيتي مكياج العالم كله هتفضلي فحمة. حضرتك خلصتي كلام؟ لسه النهاردة عندي اجتماع، وبصراحة مش عارف انت ازاي هتقابلي الناس وتترجمي لهم. ده ممكن يفكروا اني جايبك معايا تشحتي بمنظرك ده. حضرتك انا رايحة اترجم، واظن هما مش هيسيبوا الاجتماع ويركزوا معايا اذا كنت جميلة او لا. ثانيا نرجع لموضوعنا. حضرتك طلبتني يا فندم. اعملي لي قهوة. وخرجت سيرة تعمل قهوة للمتكبر اللي مش عارف ان اي كلمة بتخرج من الانسان ممكن بتضايق الانسان التاني وبيأثر على نفسيته. تؤمر بحاجة تانية يا محمد بيه؟ لا، حضري نفسك الاجتماع بعد نص ساعة، وحاولي تحطي شوية مكياج، ومش عاوز ولا غلطة. تمام؟ قلت لحضرتك مرة اني رايحة اترجم وبس، وعلى العموم عن اذنك. جاهزة؟ ايوه، ومش عاوز ولا غلطة، فاهمة؟ حاضر. ودخلوا غرفة الاجتماع. ما كنتش اتصور انك شاطرة قوي كده. شكرا. ممكن اروح ولا حضرتك عاوز حاجة تاني؟ لا، يلا روحي. طب تمام، عن اذنك. ماما يا حبيبتي انا جيت. تعالي يا حبيبتي، عاملة ايه؟ امم ناس يتقال لها تعالي يا حبيبتي عاملة ايه، وناس محدش بيعبرها. مش فاهمة والله يا ماما انت بتحبها على ايه. دي الناس مسميينها فحمة. بنت، احترمي نفسك، اتكلمي مع اختك الكبيرة بأدب. اه الكبيرة، انا رايحة اوضتي. ليه يا ماما بتقولي لها كده؟ تتكسر رقبتها ما تولع. عيب اللي هي قالته. يا ماما انا اتعودت عليها كده، عادي. المهم بابا جه ولا لسه؟ لا، لسه في الشغل يا حبيبتي. تمام يا ماما، هخش اخد شاور واعملي لي كوبايه قهوه من ايدك الحلوه دي، عشان ورايا شغل قد كده. من عينيا يا قلبي. وعدى 3 شهور على اليوم ده، وتصحى بطلتنا يوم وقفة رمضان، تصحى على أغنية رمضان جانا، وعلى صوت والدتها وهي بتقول لها يا سيلة يا سيلة يلا اصحي بكرة رمضان، يلا عشان تروقي معايا، خالتك جاية تفطر معانا، قومي يلا يا بت.
يو يا ماما، حتى يوم اجازتي نصحى بدري؟ ايه ده يا ماما ده؟ بدري ايه يا سيلة؟ دي الساعة 10. ايه ده بجد؟ معرفش ان الساعة 10، كنت بحسب ان احنا لسه بدري عن كده. طب انا هدخل يا ماما اغسل وشي. وفضلوا يروقوا في الشقة. على السحور بقى كانت سيلة وأميرة حضروا السحور، كانوا مستنيين باباهم ومامتهم. يا بابا يا ماما، يلا السحور جاهز. وكانوا قاعدين بيتسحروا، وفجأة سمعوا: اصحى يا نايم، صح النوم، ده احنا بقينا في شهر الصوم. ستيلا وأميرة جريوا على البلكونة عشان يشوفوا المسحرات. يا عمو يا عمو، قول سيلا وأميرة. اصحي يا سيلا ايه؟ قول اصحي يا فحمة. هاي. دخلوا كملوا السحور، والفجر أذن. يلا يا ماما، يلا يا بابا، بسرعة الفجر بيدن. طيب يا اختي نازلين اهو. صلوا الفجر، وبعدها طلعوا كل واحد دخل اوضته. ومسكت سيلة التليفون، ولقيت رسالة من رقم غريب وبيقول لها: كل سنة وانت طيبة يا فحمة حياتي. بعتت له وقالت له: مين؟ بعت لها وقال لها: مش لازم تعرفي. قفلت التليفون ودخلت في نوم عميق. وصحيت سيلة، لبست ورايحة شغلها. ووصلت سيلة الشغل، واستغربت أوي لما لقيت منال حاطة مكياج ولابسة لبس مش محتشم. ودخلت مكتبها، وطبعا ما قالت لهاش أي حاجة. وفجأة وهي قاعدة بتخلص الشغل التليفون رن. خلصت الشغل؟ اه خلصته. طب يلا روحي عشان فاضل ساعة على المغرب، بس اوعي تاكلي الأكل كله. طب تمام، أنا مروحة، شكرا. ربنا ما يفرق جماعنا أبدا، وكل سنة واحنا مع بعض يا رب. وراحوا الجامع عشان يصلوا التراويح. وبعد ما رجعت من الصلاة قعدت هي ومامتها يتفرجوا على التلفزيون. وكانت داخلة أوضتها، وفجأة سمعت: